السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم صوت المغرب. الإعلام المغربي ماسك الأهلي والصفحات الأهلوية مديهم على دماغهم. ليه بقى؟ بعد مباراة الزمالك أو بعد مباراة الأهلي والجيش الملكي لقينا الإعلام والصفحات الأهلوية طلع تنتقد وتشتم وتسخر من الجماهير اللي كانت موجودة، جماهير الجيش الملكي. آه، بان جماهير مشاغبه وجماهير كارهه لمصر، وجماهير يعني دي كوره، دي احداث كوره، والموضوع ده بيحصل في كل حته في العالم. ولكن اللي حصل من جماهير بتحدف ازاز ميه، حتى الاعلامي الاهلاوي احمد شوبير طلع واتكلم وقال طبيعي جدا ان الكلام ده بيحصل في اوروبا يا جماعه، وبيحصل في احسن زي ما بيقولوا احسن عائلات، عادي جدا. فالموضوع بسيط، ولكن الاعلام الاهلاوي خد الموضوع في حته تانية، وبقى يهاجم ويسخر وينتقد وبيطالب بايقاف نادي الجيش الملكي. على ايه يا جماعه؟ عليه الموضوع يعني بسيط جدا. يعني جماهير الاهلي لما بتكون خسرانه بتلاقي الجماهير بتحدف ازاز وبتشتم اللعيبه، والموضوع ككوره الموضوع طبيعي، الموضوع بيحصل. لكن ازاي يحصل مع الاهلي؟ ده بالنسبه للاهلاويه حاجه كبيره جدا. ولكن للشعب المغربي بنلاقي منهم احترام، بنلاقي منهم تقدير، بنلاقي منهم بيحبوا الشعب المصري. لكن المناوشات والحدث اللي بتحصل دي مناوشات كوره يا جماعه. مش هنبعد الاهلاويه والزملكاويه، طبعا كل الناس اللي موجوده في مصر انها بتحترم المغرب، وكل الناس اللي موجوده في المغرب بتحترم مصر. فمش عايزين نشعل الفتنه، مش عايزين نشعل الفتنه بين المصريين وبين الشعب المصري والمغربي، او المغربي والمصري. يعني الموضوع بسيط، والموضوع لا يحتمل كم الفتن اللي بتحصل الفترة الأخير. احنا مش الجزائر، احنا مش هنعمل فتنة، الإعلام بتاعنا مش هيعمل فتنة مع الإعلام المغربي. كل الاحترام والتقدير للإعلام المغربي المحترم وللشعب المغربي المحترم على كم الضيافة والتعامل والصداقات اللي بين الشعب المغربي والشعب المصري، بيننا كل احترام وتقدير. فمش حاجة بسيطة زي كده اللي هتوقف العلاقات مستمرة طول ما في احترام متبادل بين المغرب وبين مصر. احنا كنا لسه بنتكلم عن الملك محمد السادس في زيارته لمصر، وشفنا الشعب المصري بالأعلام المغربية، وشفنا يعني العظمة اللي كانت موجودة الفترات الأخيرة. فمش هينفع نضيع كل الكلام ده بشوية ماتش كورة وخناقات، أو مش خناقات يعني مناوشات بسيطة داخل الملعب، هتضيع ال- الفرحة، وهتضيع الترابط اللي موجود بين الشعب المصري والشعب المغربي. فكل الاحترام والتقدير للشعب المغربي اللي على دماغنا، واللي بيحترمنا، واللي احنا بنحترمه ونقدره بصورة كبيرة جدا جدا جدا. فنتمنى الناس تهدى شوية، نتمنى يكون فيه يعني عقل، يكون فيه إعلام موزون، يكون فيه إعلام غير صانع للفتنة. نتمنى يكون الموضوع مع المنتخب المغربي والشعب المغربي بالذات الموضوع يعني كأننا شعب واحد، احنا شعب واحد، احنا بنحترم المغرب. فمش عايزين نشعل الفتنة بين المغاربة والمصريين في موضوع لا يستحق كل التقدير والاحترام للشعب المغربي الشقيق. ان شاء الله بإذن الله بطولة كأس العرب هتقام يوم التلات القادم بعد بكرة إن شاء الله. فتبدأ بقى بإذن الله المنافسات الدولية، وبإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي والمنتخب المصري، ويقدروا يصعدوا من دور المجموعات. وإن شاء الله كل الدعم والتوفيق لكل المنتخبات العربية. شكرا ليكم، أتمنى لو الفيديو عجبكم لايك، اشتركوا في القناة وفعلنا الجرس